نحن لا نستخدم الكثير المكياج. كلنا عارفين حور العين اللي موجودين في الجنة واللي هنشوفهم في الآخرة، لكن عمرك تتخيل إنهم موجودين كمان في الدنيا؟ ده حقيقة مش خيال. لو عايز تتجوز خد أول طيارة وديلك في سنانك وعلى طول على روسيا تتارستان، وهناك نقي اللي تعجبك من سوق تتارستان للجواز. كل بنت هناك أحلى من التانية، وكلهم مطيعين ومؤدبين ومش عايزين منك أي حاجة خالص، لا مهر بقى ولا شبكة ولا يحزنون. المهم إنك تكون من أصل عربي، وحط خطين تحت أصل عربي، وكمان عندك مكان تتجوز فيه حتى لو أوضة بسرير. هم موافقين يا سيدي وراضيين. بلد اسمها تتارستان في روسيا بتعاني من نسبة عنوسة عالية جدا. ده مش عشان بناتها وحشين لا قدر الله، لا، أو يعني مش كويسين ولا لا مؤاخذة، دول على قدر عالي جدا من الجمال والتدين والحسب والنسب. لكن المشكلة إن هناك عدد الذكور قليل جدا مقارنة بالبنات، وباقي الأماكن في روسيا بتعتبر تتارستان بلدة ريفية، فمش بيفضلوا الجواز منهم، مش عارفة ليه. ده حتى بنات الريف غاية في الأدب والاحترام. البنات بدأت تطلع في مظاهرات يطالبوا بالجواز، لكن برضو ما باليد حيلة، البلد ما فيهاش رجالة. علشان كده هم فكروا في طريقة جديدة، إنهم يعملوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبينزلوا صورهم عليها ويكتبوا مواصفاتهم ويعملوا دعاية لنفسهم، وطبعا مقابل لده بيتنازلوا عن كل حقوقهم. هما مش عايزين أي حاجة غير إنك تيجي وتتجوزهم حتى لو عندك 60 سنة، المهم تكون جنسيتك عربية. طب لو ما عجبتنيش ولا واحدة من صفحات الفيسبوك، ساعتها هتحجز التذكرة وتروح بنفسك، وهم هيكونوا في انتظارك، واللي تشاور عليها هتخرج معاك بموكب ملكي، وهيدفعوا له حق تذكرة الرجوع على بلده كمان. ولو قلقان من لغتهم أو ديانتهم ومعتقداتهم، فدي بلد ماشية على العادات والتقاليد العربية، وبيتبعوا أصول الدين في كل حاجة، وكمان بيعرفوا يتكلموا العربية وبطلاقة. نيجي بقى لإيه هي أصلاً شروط السفر لتتارستان. أولاً وأخيراً إنه يكون معاك بطاقة شخصية سارية وشغالة وتسافر لهناك، مش بتتكلف غير تذكرة السفر بس، جواز سفر ساري وصورتين 4 في 6 بخلفية بيضة. ولما يكونوا موجودين معاك هتتواصل مع السفارة الروسية وتقدم على طلب علشان تقدر تاخد التأشيرة وتقدم الأوراق اللي هيطلبوها منك، وكلها أوراق سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت منك خالص ولا تكاليف. والفكرة دي عجبت شباب عرب كتير، وبنات تتارستان طوروا من طريقة الدعاية وبقوا بيصوروا كل البنات اللي بتتجوز فيديو علشان يشجعوا الباقي إنهم يروحوا لهم. دلوقتي بقى جه دوركم تقولوا لنا، تحبوا تسافروا تتجوزوا من هناك ولا مهما كان البلدي يكل؟